أول إمام لأول مدرسة فقهية في الإسلام، مدرسة أهل الحق والاستقامة. كان للعلم عينا معينا وركنا مكينا، وكان إلى الحق آيبا وعن الخلق هاربا، وهو الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه التابعي الجليل، الإمام التقي النقي العالم. ولد في عمان ثم انتقل إلى البصرة، وكان يتردد بين البصرة والحجاز حتى يجمع العلم من العلماء ومن الصحابة رضي الله عنهم. وقال مقولته الشهيرة: إني حويت العلم من 70 بدريا إلا البحر. فهو لم يكتفي بأن يجمع العلم من 70 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بدر، بل أيضا ذهب إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم من دار النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، كالسيدة عائشة رضي الله عنها وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فتتلمذ على يدي ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها أعلم أهل الأرض، وأخرج لنا منهجا قويما يقوم به إسلام المؤمنين. وكان للإمام جابر مدونة كبيرة لو ما أتلفت لما أتاها المسلمون اليوم، قالوا أنها كانت في وقر 7 أبعر. وتتلمذ على يد الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه عدد من التابعين وأتباعهم، كأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رضي الله عنه الذي أخذ الإمامة من بعده، وكعبد الله بن إباض رضي الله عنه.